هي الاولى على اساس لوريجين ديال لو غاي. فبزاف ديال الناس اللي يتسائلوا على الراي كاين اللي يقول لو غاي لي بلوس الجيريان لي بلوس ماروكان ولا لي le rail il est né entre une région qui est entre Oran et Oujda. À l'époque il n'y avait pas de frontière donc le rail كان كيتغنى يعني des instruments يعني les بساط كيما كنا نقولوا حنا الشيوخ كانوا يتغناو. à l'époque il n'y avait pas encore عاد الشاب خالد il n'y avait pas هاد لي جون اللي اليوم ولاو شبان. دونك سكي في لو راي حنا من بكري متاثرين بلو راي ملي كنا صغار يعني انا جده ديالي وجدي كل شيء كبروا بالشيوخ كبروا كبروا بهذا النوع الغنائي. فاحنا من بعد من وصلوا هاد الشبان اللي هما جداد اللي وصلوا الراي العالميه فاحنا كنا اون نوفيل جينيراسيون جونيس جديده. كان طاغي ديك الوقيته هذا اللون الغنائي واخا ماشي ما كانوش يسمعوه كاع لي نيفو داج مي كانوا يسمعوه واحد لي جون. حنا تاثرنا به بكثرة ما كنا صغار وكما قلت لك قبيله بحكم انه وجده جات في لا فرونتيير يعني الجيريان ماروكان. هذا هو السبب اللي خلاني نختار الراي. وكان الحلم ديالي من صغري نوصل للعالميه باش غادي نوصل بالراي لان الراي يوصل للعالميه ونقدر نوصل للعالميه مي اون غاردون توجور مي زوريجين نبقى توجور يعني بالعربيه ديالي ونوصل للعالميه. فهذا هو الفكره اللي انطلقت بها من الصغر. شو رايك في الكلام اللي قالوا فيه؟ يعني خليته يعني يكمل كلامه يعني يقول وجده ولا وهران هو الراي من بلعباس. يعني تاريخ الراي هو من بلعباس. الشيوخ زمان كانوا يديروه بالقلال والقصبه. بالقلال والقصبه كانوا يديروا الراي خلق من بلعباس. لا راهم لا من وهران لا من حتى بلاص لا من استغانم لا راهم من بلعباس. يعني كي تنحوسوا على لي زوريجين تاعو راهم من بلعباس. الشيوخ كاع خرجوا من بلعباس كانوا بالقصبه وكانوا بالقلال كانوا مداحات فوالا. يعني ما بين بلعباس ووهران ماهيش كبيره ماهيش مسافه كبيره نص ساعه بيناتهم نص ساعه يعني بصح منين خلق الراي من بلعباس. انا بالنسبه ليا نعرف تاريخ تخي بيان تاع الراي. حتى انا جي في بيتيت ريشيرش حتى انا دو مون كوتي فبزاف الناس وما تنساش دوكا انا شويه دوكا مرات الجزائر نقولوا الراي الراي شكون اللي وراه سا سبو كو انا جو مو ترومب لا ريزون الراي شكون اللي وراه. je sais pas de voilà d'imposer mon point de vue. Chef Khaled, voilà, le roi de Raï, c'est Chef Khaled, Chef Mami. Non, عالميا سي خالد ومامي، ما نكذبوش على روحنا. سي عالميا سي خالد ومامي. فوالا، وحسني الله يرحمه. لا يعني نهضروا على الأول سي خالد هو اللي بين الراي. سي لو روا دو راي سيلوي كي فوالا سيلوي كي الراي هو من منطقة بالعباس. نعم. مع رينا راي وفما شيخات في وهران وفما شيخ خالد في وهران. ويمكن على خاطر وجده يمكن قريبه. احنا زمان ما كناش نقولوا الشاب والشابه كنا نقولوا الشيخات. عرفت هذا القضيه ديال الراي سي ان غران ديبا سي ان ديبا كبير شاكان سو كيل دي. هو زابروف ان الموسيقى ما عندهاش فرونتيير. Déjà, mais à l'époque du rail, il n'y avait pas les frontières, donc c'était ça qui a posé problème. Min Cheb Khaled, il est devenu mondialement connu, on a dit que le rail était algérien. Avec tout mon respect, les chanteurs kamlin algériens. Non, je ne veux pas tomber dans le problème. Avec tous mes respects, mais Anna والله نعرفها يعني. Juste mon idée. Même Khaled, j'ai regardé une interview d'Yal Khaled, il dit la même chose. Il a dit le rail, il est né entre l'ouest de l'Algérie et l'est du Maroc. Si vous allez sur YouTube, sans faire la pub pour YouTube, vous allez écouter le roi du rail algérien le dit. Non, شوف صح الراي بينو خالد، مي أنا ما يهمنيش واش يقول خالد. ما يهمنيش واش يقول، أنا يهمني واش عرفت من جدودي واش عرفت أنا من الفنانين الكبار. من الفنانين تاعنا الكبار الشيوخ كاين اللي ماتوا الله يرحمهم وكاين اللي مازالهم حيين هضروا لي وقالوا لي يعني انت شفت الراي تاعنا من بلعباس وبدا من رينا راي بدا من الشيوخات من الشيخات الشيخ الريميتي الشيخ النجمه كانوا بزاف شيخات زمان ومن زمان ما كناش نقولوا الشاب والشابه كنا نقولوا الشيخ الشيخ والشيخه فوالا يعني بدا من بلعباس. هذا يبان اللي موسيقى الراي موسيقى مغاربيه فوالا اكزاكتومون مغاربيه كل واحد يسال فيها دونك يسالوا فيها لي زالجيريان كاملين لا يسالوا فيها الكل فوالا et quand on parle des origines parce qu'on tombe souvent dans le malentendu donc chacun il dit sa version de sa façon et واحد يقول جدي قال واحد يقول هذا قال وحنا نقولوا مغاربيه اخويا
حنا نقولوا نتاع العرب كامل قولوا نتاع العرب كلشي نتاع سهل. المغاربه.